شكرا كتير إلك، عذبتها. مباركين عمي، بس بدي اكل بطيخة. أكيد يا ابني، صحة وعافية، ما في شي محرز. خذ اللي بدك إياه، إذا بدك فيك تاكل كل البطيخات اللي ضلوا. لا بدك تسمح لي روح. وباقي البطيخات بكفي هيك. ايه؟ اهلين. الله يفتحها بوشك. الله يطول بعمرك ويحميك. هلا نفقوا بس مو كل مرة بتزبط هيك. طيب طيب، شكرا. اهلين عمي. محمود. ايوه. جيب لي سكينة وصينية ان شاء الله بتطلع حمرا. شو هاد؟ معنا حمرا بنوب؟ مو مشكلة. ايه، وهي معنا حمرا. اخي انت ما قلت انه البطيخ احمر على كفالتك؟ إيه شو لي علاقة انا بهالقصة؟ ولك شو هاد؟ شوكة، البطيخة اللي بعتني اياها طلعت بيضة، خدها وطعميها لجاجاتك. انت شو عم تعملي يا خالي؟ هذا شارع، ما فيك تكب البطيخ بهالطريقة. لو بعرف رح تطلع بيضة كنت اشتريت تنتين وكسرتهم على راسك. طيب نلعي يلا، بعد هيك. شو عم تساوي انت؟ شو عم تساوي؟ لعب الشوم عليك يا خالي، شو هاد؟ عيب هالتصرف يا شوكت، خذ هي بطيختك. لا تضرب انت وبطيخاتك يا شوكات. شوكات، شوف هذا البطيخ اللي بعتني اياه على اساس احمر. يا حيف عليك، طلع كله ابيض، ما راح انسى لك اياها. خذ بطيخاتك اللي ما عيب بتاكلوا. شو عليك؟ بالك حرزاني. شوكت يا عم شو عليك؟ تفوح على هيك حظ. شوكت شوكت، البطيخة طلعت كتير حمرا، وإذا مو مصدق تعال حلو. شوفها. مرحبا شوكت، كيفك؟ الحمد لله منيح. كنت بدك تدفع ديونك، مرقت لأسألك. خلص اليوم شي؟ اجيت بكير تسأل عن المصاري، خلص نهار شي؟ مزبوط، بس بالعادة انت بتدفع الصبح. ايه بس اليوم ما قدرت، شو صار؟ اسمعني شوكت، مو مشكلة إذا ما معك. ما دخلك، إذا معي ولا ما معي مصاريك بيوصلوا المسا وانتهينا. اسمعني شوكت. نزل ايدك ولا تشوبر هيك، رح جيبهم المسا، حل عني بقى. خاطرك لكان. كم بيضة رميت؟ انت واقف معي ولا ضدي؟ فهمني. اذا بشوفك رميت بيضة تانية بهالمحل بتعرف شو رح اعمل فيك؟ رح زتك برات المحل وما عاد شوف وشك ابدا. عن جد رح تساوي هيك معلمي؟ معقول تخليني طير؟ يا ابني انت مجنون شي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلتني رسالة قال قطعت علاقتها فيني، بس بدي افهم كيف في مرة بتقدر تترك الرجال برسالة؟ عيب. على الأقل كانت تعمل لي رنة صغيرة وأنا برجع بدق لها وتقول لي هذا الحكي بوجهي. اخي محمود انا اسف، بس هذا الشي ما بيهمني ابدا. بصراحة حمزة مضايقني 1500 ليرة، معي منهم 300. معك تعطيني 1200 ليرة وبرجع لك اياهم بكرة الصبح؟ ايه معي، بس ما بقدر خاطر فيهم بنوب يا أخي. أنا بفديك بحياتي وبروحي كمان، أنت بتعرف هالشي، وأنت بتعرف كتير قديش بعزك، بس إذا ما دفعت القسط بيطير بيتي وبخسر كل شي. شوف يعني انت بتعرف انا مشتري بيت جديد واجت معه كل هي المشاكل، وبتعرف البنوك حرامية خلص اليوم. عاش تحكي، صرعتني. طلبت منك تديني مصاري لبكره وبلشت تحكي لي بهي القصص. لو صار شي لتليفونك كنت ركضت واشتريت واحد فورا، ما هيك؟ شو دخل هي بهي؟ ما معك حق، انت ما عندك حبيبة وعايش مرتاح، والبنات بيلاقوا شاب جديد على الفيسبوك بثواني. يعني تخيل ما يكون معك وحدات على الموبايل وتحكيهم. ممكن تليفونك شوي؟ خود. لك شوكت، شو عم تعمل انت؟ قتلت دبانة. تافه.
نوري، اه كيف أحوالك المادية؟ بدي مصاري ضروري. اها، قديش بدك؟ 1200 برجع لك إياهم بكرة. صدقني ما معي هالمبلغ، بس هذا المحل اعتبره محلك، يا ريت كان معي. ماشي بعرف أخي، بسيطة. ماشي. تعرف شو؟ أنا ما برفض لك طلب. كنت حاولت أمنت لك المصاري بأي شكل، وقت بعتبرك مثل أخي ما بقطعك بنص الطريق إيه وبمشي. بس يا شوكت، سهل تقول المحل محلك. طب أعطيني المحل لشوف. أنا يلا بس أقصد- أعطيني إياه. جيب لي كاسة شاي. وبدك شاي كمان؟ هلا كسرت لي تليفوني لسه. خلاص بشتري لك واحد جديد. على فكرة لسه ما خلصت دفع اقساط. انسى الأقساط وجيب لي كاسة شاي. عندي 200 كرتونة بيض بالمحل، أخي حقهم 2500 ليرة، ادفع لي 1500 حقهم وخدهم كلهم. طيب ما بنختلف، خدهم ب 1200 مثل ما عم قلك، ب 1200 تعال شيلهم كلهم. يا ولد صار لك شي؟ لا أنا بخير. طيب وديك صار له شي؟ كان رح يموت من الخوف معلمي. خليني اشوف اذا منقاره بخير، يمكن مكسور. أكيد عم تمزحوا. امبارح أنا شفت بمنامي البطيخ والبيض كمان. يلا رجعوا يلا حمالك يلا تمام. يلا اطلع معقول يعطيكم العافية. شو هاد؟ شو مو شايفة قدامها؟ تفضل. طلعت مرة اللي عم تسوق. يا اختي اذا ما بتعرفي تسوقي ليش راكبه سياره وعم تسوقيها؟ فهميني. عجبك اللي صار يعني؟ شوفي شو صار، افترضي صار شي للولد. آسفة ما كان قصدي، بس كان حادث. اي حادث هاد؟ اذا السياره كلها جوات المحل عم تقولي حادث؟ طيب فيك تعدل البيض المكسور والأضرار، أنا بعوضك عنهم. ذكيه، كيف فيني اعدل البيض المكسور؟ فينا نعدهم سوا اذا بدك. مالك شايفه الاضرار اللي بالمحل؟ ما ضل ولا بيضه سليمه، ولك انا الوحيد اللي طلعت سليم من هالحادث. شوفي شو ليش عم تعلي صوتك؟ بدك تعلميني الادب انتي؟ انت شخص عصبي ركني. وعندك مشكله بهذا الموضوع. بعرف دكتور نفسي كتير شاطر، رح اعطيك كرته هلا وبقترح عليك تروح وتتعالج عنده. فوتي بسيارتك على عيادة هذا الطبيب وشوفي إذا بقيان شي من اختصاصاته. شو رأيك مثلا إذا شي رجال شاف مرة بالطريق وراح قال لها إني بعرف دكتور نسائية كتير شاطر، روحي لعنده. بيعجبك؟ انتبه لحكيك. حكي مثل حكيك، وانت اللي بلشتي وانت اللي فتي شوكت. بمحلي، مو انا. خلص لحظه طول بالك لحظه يا أخي. اسمعني منيح، ما فيني ساوي شي مع هاي البنت، لا تخليني فشكلي فيك. مثل ما خلاص بدك، ما لحدا مثل ما بدك، يتدخل. بس اهدى. شرفي يا خانم، فوتي شوفي حالة المحل شو صار فيها. بعد من هون يا عيدو، مشان الله بعده من هون. انا معصب، ها لا تخلوني فشخلي فيكم. اتفضلي شوفي المحل شو صار فيه بسببك. طيب فهمت، انت بتشجع فريق بشكتاش وابي كمان بشجع نفس الفريق. احسب لي شو الاضرار ورح اعوضك عنهم. خلص يعني انت بس خلصتني من هالقصة. انت شو ساويت بشعري؟ عملت لك علاج بغذي لك شعرك من الجذور. العمل شو حقير، نزعت لي شعري. روحي من هون يا بنت روحي. يلا قلتي لك ابوكي روحي بشجع بسرعة، فريق روحي. بشكتاش، ما راح اخذ مصاري من اللي بيشجعوا لي فريقي. عن جد انك غبي. كتي يلا روحي من هون، روحي يلا. يلا ما بدنا يلا نشوفك تحركي، مرة تانية. يلا امشي من خلقتي. شو هالبنت هيك؟ وانتو كمان يلا، كل واحد على محله. يلا كل واحد يشوف شغله. فضوا من هون يلا. شوكت لازم تهدأ شوي، الحياة دائما بتعطيك شوكة بالأول وبعدين وردة. شوف مالي ناقصك انت، روح من وشي. ها مالك شايف المحل شو صار فيه؟ لا شو مجنون انت؟ هلا عنا يا طول بالك. عم على هالقصة. على أي حصان راهنت؟ وردة